وقد وقعت اليوم عدة مشاحنات نتيجة للتجمهر الذي حدث أثناء انعقاد الندوة الانتخابية في المجاورة العاشرة، وقد انتقلت كاميرتنا إلى هناك لتسجل إليكم ما حدث، فإلى هناك. انا مش فاهم اي حد ازاي مهما كان ممكن يتحكم فيا او يقيد حريتي، اشرب خمره او ما اشربش او حتى موت نفسي. انا حر، ده حقي كامريكي، حقي اللي بيكفل لي الدستور. المفروض نعالج المسألة بهدوء أكتر من كده. وبعدين دي مش أول مرة واحدة ست تتهم بقتل جوزها، ما كتير من الأمريكيات قتلوا جوزها. أفضل شيء نسيب كل حاجة للمحاكمة. يجب على السلطات الأمريكية أن تمنع دخول أي شخص من أتباع هذه العقيدة. يجب أن نتعامل معهم بحزم وأن نمنعهم حتى من دخول الستيت. هذه السيدة الميس إيمي مهما كان أصلها أو كانت ديانتها من حقها أن تحصل على محاكمة عادلة، وهذا رأيي. المجتمع الأمريكي مهدد بمثل هؤلاء الناس المتوحشين القادمين إلينا من الشرق، والغريب والعجيب أن عددهم يزداد يوم عن آخر. أنا قلت مليون مرة قبل كده، تفاصيل القضية دي مش مجالها وسائل الإعلام. من حق الجماهير أن تعرف الحقائق أولا بأول مستر بيكر. أيوة، لكن الحقيقة هتطلع في المحكمة. هل أنت مؤمن ببراءة الدكتورة إيمي؟ أيوة مؤمن بيها، يا إما ما كنتش اترفعت عنها. حتى لو كانت أجبرت زوجها على تغيير ديانته وبعد كده قتلته؟ الكلام ده ما حصلش خالص. مستر بيكر، أنت من أتباع دين المتهمة؟ أيوة، وليا الشرف. أليس في صلب هذا الدين الدعوة إلى العنف ورفض الأديان الأخرى؟ اللي قال لكم كده غلطان. دين الإسلام دين تسامح، وعشان تبقي مسلمة بجد لازم تؤمني بجميع الأديان السماوية اللي نزلت قبل كده. مستر بيكر، سؤال أخير، هل أنت مقتنع فعلا بالنظام الأمريكي؟ أنا مؤمن بالنظام الأمريكي وهدافع عن مبادئه الأساسية لغاية آخر نفس. وهكذا ومع اقتراب موعد محاكمة إيمي آدمز العربية الأصل المتهمة بقتل زوجها تتضارب الأقوال وتشتعل الساحة، وإلى لقاء آخر وتحقيق آخر. ستوتة يا حبيبتي، تعالي تعالي يا ستوتة. ستوتة تعالي. ايه رأيك بقى في اللي بيحصل ده؟ انا عارف هي معركة جامدة. الو، ازيك يا رفي؟ ازيك انت يا بكر؟ معلش الموجة عالي عليك قوي يا صاحبي. ربنا يستر. قول لي، سامية رجعت؟ رجعت، هتكلمك اهي. الو، ازيك يا بكر؟ اخبارك ايه؟ ازيك انت يا سمسم؟ عملتي ايه في المؤتمر بتاعك؟ سيبك من المؤتمر بتاعي، قول لي انت عامل ايه في المعركه المتوحشه اللي انت داخلها دي؟ عايش. مرتب نفسك؟ محضر اوراقك كويس؟ انا شخصيا عملت الواجب بتاعي. طب مش عايز اي حاجه؟ ما تحرمش منك يا سمسم. لا بجد، لو عاوز اي حاجه ما ترددش ارجوك. طبعا، وانا ليا غيركم، احنا اخوات. طيب يا حبيبي، معاك رفقي. يا بكر، بقول لك ايه، استجمع كل مواهبك المدفونه، طلع كل اللي مخبيه. ربنا معاك واحنا وراك. متشكر يا رفقي. هي المحاكمه تبتدي امتى؟ الاسبوع الجاي. خلاص، هنيجي نحضرها ونتفرج عليك وانت بتترافع. ما تتعبش نفسك يا رفقي، انت عندك شغل. الله يا سيدي يغور الشغل، المهم انك انت لو احتجت اي حاجه اتصل بيا على طول. فاهم يالا؟ شكرا، باي. صباح الخير مستر كرام. مورنينج مستر بيك. امال توني فين؟ توني تعبان قوي مستر بيك. قلت له الدكتور؟ ايوه، كتب له دواء بياخده. ربنا يرجعه لك بالسلامه. خلي دول معاك يا مستر كرام. ثانك يو مستر بيك. مستر بيكر مدافع عن المجرمين والسفاحين. احساسك ايه يا مستر بيكر كل بإكرام؟
احساس؟ هو ده عنده احساس؟ المعارض دول يعرفوا يعني ايه احساس؟ ما تسيب بلدنا وترجع بلدك وتريحنا. طب غر يا رب. اوكي. ازيك يا بكر؟ يا محمود ايه بتعمل ايه هنا؟ جاي اطمن عليك واعرف اخبارك ايه. تمام يا سيدي. امبارح نمت على صوت رفقي وسامع، والنهارده صحيت على وشك، يبقى خير. القضيه بتاعتك قلبت الدنيا يا ابني. هما ايه؟ مفيش وراهم غيرك وغير الغلبانه دي؟ ايوه، حتى في الجرايد حكموا عليها قبل ما تتحاكم. طب وانت هتعمل ايه؟ انا هعمل ايه؟ هكمل للاخر. بكر انا خايف عليك يا بكر. خايف عليا من ايه يا محمود؟ انت مش شايف صوري ماليه الدنيا كلها؟ المجتمع ده مش سهل يا بكر. طول ما انت ماشي فيه كويس. جنب الحيط قصدك؟ جنب الحيط. جنب الحيط هيسيبوك في حالك وممكن يدوك من غير حدود. تبقى غلطان يا محمود. لو مشيت جنب الحيط هيدوك على دماغك برضه. ترفع على واحده بس، يبقى اصلا اللي ساكسوني. مش هنناقش الموضوع ده دلوقتي يا بكر. انا عارف وجهة نظرك كويس وموافق عليها جزئيا. المهم انك تبقى حريص وتحسب خطواتك كويس. اللي بيخرج عن النظام هنا بيتسحب وانت عارف. فطار مستر بيكر؟ ميرسي يا روزا، يا ريت واحد فطار كمان. لا انا فطرت وخدت القهوه بتاعتي. من فضل الحساب. مستر بيكر صاحبي غني وعاوز يدفع الحساب، خليه يدفع. ثانك يو. ثانك يو. طيب مش عاوز اي حاجه يا بكر؟ ربنا يخليك ليا يا محمود. طب انا مضطر امشي دلوقتي بقى عشان عندي ميعاد. مع السلامه يا بكر. سلام يا محمود. بكر خلي بالك من نفسك. وانت خلي بالك من زوزو. يلا. يس مستر بيكر. امسك يا ادم. دور لي على الراجل ده. كل اللي اعرفه انه شغال عند دون باول. اسمه جاك ايه؟ كل اللي اعرفه انه اسمه جاك ووشه مشوه. مستر بيكر، انت عارف في كام جاك في البلد هنا؟ عارف يا ادم. دور في البيانات عندكم، اكيد هتلاقي ملف عندكم عنه. اوكي، انا هبذل اقصى جهد مستر بيكر. وانا هستناك النهارده بالليل، ويا ريت يبقى معاك معلومات عن الراجل ده. اوكي؟ اوكي مستر بيكر. ازيك يا انجل؟ تعالي تعالي. ايه يا انجل؟ في ايه؟ بايت يا جوه وباين عليه شكله مش مظبوط خالص. بيكر للاستشارات القانونية. يا فايز، ايه اللي جابك بدري كده؟ بصراحة يا بيكر أنا ما نمتش طول الليل. القضية بتاعتك دي خسرانة، ما فيهاش أي فرصة إنك تكسبها. انا عمري ما قلت لك انها قضية سهلة. دي قضية خسرانة، خسرانة على الآخر يا أخي. بقول لك إيه، اعتبرني أنا مستقيل منها عن إذنك. ايه رايح فين؟ رايح أتنيل أسكر. بص. في ايه تاني يا انجل؟ وكيل النيابة مستر ماك أرثر ماله ده؟ اتصل بيك النهارده وعايزك تعدي عليه ضروري في المكتب. هكون عايز ايه ده كمان؟
ادخل. صباح الخير يا مستر ماكارتر. مستر بيكر، صباح النور. ايه يا راجل الدوشه اللي انت عاملها كل يوم والتاني في وسائل الاعلام؟ انا عامل دوشه؟ مش انتوا اللي بتدوا الميديا الاخبار؟ الست اللي قتلت جوزها، المصريه العربيه المتخلفه اللي لازم تطرد من الولايات المتحده. مستر بيكر، انت لازم تفرق بين الانتخابات اللي انت بتروج فيها لنفسك وده طبعا حقك، وبين القضيه اللي انت للاسف هتترافع فيها. بلاش تلعب بمشاعر الناس وتزيف لهم الحقيقه وتهيجهم. حقيقه؟ مستر ماكارتر، هي ايه الحقيقه؟ انك عايز تخلق شهيده من مجرد واحده مجرمه. حضرتك خلاص حكمت عليها انها مجرمه من قبل ما المحاكمه تبتدي. ده حقيقي. السبب واضح وبسيط جدا. انا اللي درست قضيتها وانا اللي حولتها للمحكمه. ايوه، بس مش يمكن الدفاع يغير وجهه نظر حضرتك ويثبت لك انها بريئه؟ مستحيل. للاسف مستر بيكر، قضيتك خسرانه خسرانه. كل الادله والبراهين بتقول وبتؤكد ان هي اللي قتلت جوزها. ايوه، بس احب اوضح لحضرتك ان جثه جوزها اصلا مش موجوده. انا عارف، بس ده ما ينفيش وقوع الجريمه. تقارير الارصاد الجويه وطبيعه المنطقه اللي وقعت فيها الجريمه بتقول انها منطقه مد وجزر واسماك قرش. كل دي قرائن وبراهين بتؤكد وجهه نظري. قرائن يا مستر مكارثر، قرائن مش ادله، والفرق كبير قوي. وانت بقى اللي عندك ادله انها بريئه؟ كتير. شوف مستر بيكر، انت جديد على القضايا الكبيره دي. لو دخلت بالقضيه دي المحكمه انا هوجه للموكله بتاعتك تهمه قتل من الدرجه الاولى، ودي عقوبتها الاعدام بالكرسي الكهربائي حسب قانون الولايه، ودي ما فيهاش نقاش زي ما انت عارف. وبعدين الراي العام معانا وبيضغط، وممكن يضغط اكتر. كل ده في حاله لو دخلت بالقضيه المحكمه. مستر مكارثر، حضرتك عايز توصل لايه بالظبط؟ اسمع مستر بيكر، لو موكلتك اعترفت انها مذنبه انا ممكن اوجه لها تهمه القتل من الدرجه الثانيه، ودي عقوبتها 15 سنه بس، وممكن تخرج بعد نص المده. فكر مستر بيكر، فكر. المحاكمه لسه فاضل عليها اسبوع، وحسب خبرتي موقف موكلتك غايه في الضعف. انا شايف انه بدل الكرسي الكهربائي 7 سنين في السجن، ده اتفاق ما تحلمش بيه. بعدين عشان تفضى انت بقى للانتخابات بتاعتك وتحقيق احلامك السياسيه. قلت ايه؟ قلت اسال موكلتي الاول. طبعا لازم تسالها، بس ما تتاخرش علينا ارجوك مستر بيكر. وتاكد اننا لو وصلنا للاتفاق ده هنقف جنبك ونساعدك في الانتخابات بشكل ما كنتش تحلم بيه ابدا. ما تنساش ان انا عضو مجلس المدينه وعضو منتدب في لجنه الانتخابات. شرفت مستر بيكر. شو ده؟ ولا ده؟ شو؟ ولا ده؟ هو ده. ادم، يس سير. تعمل ايه عندك؟ ولا حاجه سير. طب تعال عايزك. اوكي سير.
تعالى رجعنا. انت بتقول ايه يا بيكر؟ بقول لك مكارتر وكيل النيابه عرض عليا عرض عايز اناقشه معاك. ايه هو العرض ده؟ ان ايمان تعترف انها مذنبه، وفي مقابل ده يعتبروها جريمه من الدرجه الثانيه ويدوها 15 سنه وتطلع بعد 7. يقبلوا يا بيكر يقبلوا، دي فرصه عظيمه. تفتكر كده؟ ودي عايزه تفكير. على العموم انا هعرض عليها الامر واشوف هي هتقول ايه. تقول ايه في ايه؟ دي احسن حاجه هتعملها لها، فرصه وجات لها من السما. اتفضل. ايه ده؟ دي كل المعلومات عن جاك المشوه، سوابق سرقه وضرب قبضه الى موت، وقعد في السجن 12 سنه. هو دلوقتي شغال مع دون باولو بقاله 5 سنين، مفيش عليه اي قضايا حاليا. بلا جاك بلا مشوه. خلاص القضيه خلصت. خلصت ازاي يعني؟ هو حصل ايه؟ ما حصلش حاجه. بيكر انت لازم تروح لصاحبتك وتقنعها بالديل ده. لا، انا لا يمكن اعترف بجريمه انا ما عملتهاش مستر بكر. يا ريت تنسي حكايه مستر بكر دي النهارده. انت قلت لي ان موقفي مش ضعيف. مفيش جريمه ومفيش جثه ومفيش دوافع. انا ما قتلتش جوزي. ايمان، احنا هنقول والنيابه هتقول، وهنقاوم وهندافع، واحنا فرصتنا مش وحشه. لكن لو الظروف عكستنا، انت عارفه النتيجه ممكن تكون ايه. النيابه موجهه لك تهمه جريمه قتل من الدرجه الاولى، يعني مع سبق الاصرار والترصد. عارفه ده معناه ايه؟ معناه ايه؟ الاعدام، الكرسي الكهربائي. ايمان، انا عارف ان الموضوع صعب عليكي، لازم تفكري كويس وتاخدي قرار بعقلك. لو النيابة غيرت التهمة من جريمة قتل من الدرجة الأولى لجريمة قتل من الدرجة الثانية، هتاخدي 15 سنة وهيصفصفوا في الآخر على 7. انا ما قتلتش. وأنا عارف ومتأكد، والله متأكد. لكن المحلفين بني آدمين زينا، بيسمعوا الإذاعة ويتفرجوا على التلفزيون ويقروا الجرايد، وأكيد بيتأثروا بالكلام ده. وابني عمر؟ ابنك هيفضل معايا في الحفظ والصون، وإن شاء الله لما يكبر هيفهم. صدقيني يا إيمان، دي فرصة مش وحشة. انا بريئة. مش مهم تكوني بريئة ولا لا، المهم المحلفين هيقتنعوا بيه. إيمان، أنا عارف إن المجازفة كبيرة، وأنا مش عايز أجبرك على حاجة، بس لازم تقرري بسرعة، لأن المحكمة هتبتدي بعد كام يوم. 7 سنين وبعدين تطلعي حرة لابنك، ولا إعدام لا سمح الله. محتاجة فرصة أفكر. مع الأسف مفيش وقت. النيابة طالبة إن أنا أرد عليهم بكرة. اللي تشوفه بكرة. لا، مش اللي أنا أشوفه، اللي أنت تقرري. إيه؟ نقبل الديل؟ وإيمي وافقت على كده؟ في الأول كانت رافضة، لكن بعد ما اتناقشنا وافقت. أيوة، لكن أنا عارف إنها ما قتلتش،
لكن القضية صعبة واحتمال انها تخسرها كبير. تطلع بعد 15 سنة؟ تطلع بعد 7 سنين ل7 سنين ونص. انا كنت لسه عندها وحبيت اجي اقول لك اللي حصل. باي باي. الو. ايوه. هي مستر بيكر وافقت؟ ايوه. يعني هتقول انها مجرمة؟ ده احسن حل. بعدين مين ادراك يعني؟ يمكن مجرمه فعلا. فايزي، انا مستحمل غلاستك واستهترك ده لحد دلوقتي. مش عاجبك اتفضل امشي بره. لا خلاص، ولا بره ولا غيره. انا ماشي. وخلاص ما بقاش فيه قضيه ولا حاجه. مستر بيكر انت اعصابك تعبانه قوي. لو انا اعصابي تعبانه هي اعصابها ازاي؟ مش هوصيك يا ايمان. لسه ما شبعتيش وصايه يا ماما؟ بقالك شهر عماله توصي فيها. مش عارفه، حاسه اني مش هشوفك تاني يا بنتي. ما تقوليش كده يا امي. الحياه والموت يا بنتي بايد ربنا، ملناش يد فيهم. واللي هقولهولك ده هينفعك في غربتك، وخليها حلقه في ودنك كده نار. قولي يا امي انا سامعاكي. اصعب شيء على البني ادم يا بنتي انه يخسر دينه. هي دي الحقيقه الوحيده والخساره الوحيده اللي اسمها خساره. ما تخافيش. فلو حضرتيه مش هتغلطي ولا هتزعلي ولا هتزعلي حد ولا حد هيزعل منك. ولو فرض حد زعل منك يا ضنايا اعتذري له وبسرعه. ده مش عيب ولا ضعف يا ايمان. مش عارفه عايش ولا انت ازاي في الغربه. ربنا معاكي. ربنا معاكي يا ضنايا يا بنت قلبي.
من أمام محكمة لوس أنجلوس ننقل لكم وقائع محاكمة الدكتورة إيمي جون آدمز المتهمة بقتل زوجها جون آدمز والتخلص من جثته. وكما نشاهد هناك البعض من أهالي مدينة لوس أنجلوس وقد تجمعوا لإبداء رأيهم الشخصي في القضية التي أثارت اهتمام الجميع في الفترة الأخيرة. وقد أثارت تلك القضية العديد من التساؤلات وردود الأفعال، وخصوصا أن الدكتورة إيمي آدمز من أصل عربي. وقد عرفنا من مصادرنا الخاصة أن الدكتورة إيمي آدمز ستنال أقصى عقوبة على جريمتها الشنعاء. يا ستوتة، أنا عامل زيك كده النهاردة، منكمش. أيوة. المورنينج، ايه الشياكة دي؟ دي أقل حاجة عندنا مستر بيكر. وأنت فين الزي الرسمي بتاعك؟ ادم النهارده اخد اجازه من الشغل عشان يحضر المحاكمه معاك، اما انا بقى صممت احضر معاك اول قضيه كبيره بتاخدها. نفسي اشوفك وانت بترافع قدام المحكمه. مفيش مرافعة ولا حاجة، كل اللي هيحصل كلمتين ورد غطاهم. هل أنت مذنبة؟ هتقف وتقول أيوة أنا مذنبة ونمشي. نفسي اشوفها مستر بيكر. ما أنت شفت صورتها؟ لا، نفسي اشوفها على الطبيعه واسلم عليها. ده متهيألي ممكن. يلا بينا. يلا. اتفضل. بعد دقائق سوف تبدأ محاكمة المتهمة الدكتورة إيمي جونز آدمز، ولقد وصلت المتهمة ومعها محامي الدفاع عنها المستر بيكر الشلاتوني، وعندما حاولنا أن نسأله عن رأيه بالقضية رفض الإدلاء بأي تصريح. فضلكم الجميع وقوف. اتفضلوا. تنعقد المحكمة برئاسة فخامة القاضي إدوارد ريبنسون لنظر القضية المرفوعة من الولاية ضد ميسيس إيمي جون آدمز والمتهمة بقتل زوجها مستر جون آدمز. ميسيس إيمي آدمز، أنت متهمة بقتل زوجك مستر جون آدمز، ما هو قولك؟ هل أنت مذنبة أم غير مذنبة؟ ميسيس آدمز، هل أنت مذنبة أم غير مذنبة؟ غير مذنبة. أنا ما سمعتكيش كويس، هعيد عليك السؤال مرة تانية. أنت متهمة بقتل زوجك مستر جون آدمز، ما هو قولك؟ هل أنت مذنبة أم غير مذنبة؟ ولو سمحت الإجابة بصوت عالي عشان أسمع. غير مذنبة يا أونر. سكوت لو سمحتوا. مستر بيكر، مستر ماكارسون، اتفضلوا. مستر بيكر، ايه اللي عملته موكلتك ده؟ يا سيادة القاضي أنا نفسي مش فاهم اللي حصل. احنا متفقين انها تقول انها مذنبة. ايوه بس هي قالت عكس كده، قالت انها غير مذنبة.
سيادتك بس لو سمحت تديني نص ساعة أعرف ليه غيرت القرار بتاعها. ترفع الجلسة للاستراحة لمدة ساعة. رفعت الجلسة. إيه اللي أنت عملتيه ده يا إيمان؟ انت من يوم ما سبتني وانا بفكر لحد لما صليت صلاة استخارة وقررت اني اقول الحق. بتعرضي نفسك للإعدام ليه؟ لسببين. اولا اني عمري ما كذبت. ثانيا ليه اخلي ابني عايش طول عمره وتصور ان امه قتلت ابوه. والعمل؟ لو مؤمن ببراءتي كمل، لو خايف تقدر تنسحب. أنا مش هنسحب. انا نفسي اشوف عمر. ممكن؟ طبعا. ادخل. كلمت الموكلة بتاعتك؟ أيوة يا فندم، وأنا آسف جدا بس هي مصممة على موقفها. مصممة يعني ايه؟ انا مش قادر افهم سعادتك. هو احنا مش في بينا اتفاق؟ انت فهمتها انك انت اتفقت مع النيابة وشرحت لها ابعاد الموضوع؟ أيوة يا فندم، وفهمت، أو على الأقل اتهيألي إنها فهمت. طيب ايه اللي غير فكرها؟ صلت صلاة استخارة. صلاة ايه؟ مستر بكارسة، مستر بيكر، انا مش فاهم، ممكن توضح لي اكتر؟ أيوة يا فندم، عندنا في الدين الإسلامي المسلم بيتوجه لربه ويصلي له عشان يلهمه طريق الصواب. ويا ترى ربنا ألهمها؟ أيوة يا فندم، هي عايزة تقول الحقيقة مش عايزة تكذب. هي مسلمة مش كده؟ أيوة يا فندم. وانت يا مستر بيكر مسلم؟ أيوة يا فندم مسلم. إذا نبدأ المحاكمة الأسبوع الجاي. هتعمل ايه دلوقتي؟ هروح. لا لا تعالى معانا. أروح فين بس؟ أنا لازم أستعد للي جاي. بعد التعب والتوتر ده محتاج تشحن بطارياتك. ممكن بقى يا حبيبي يلا بينا ما تعطلناش، مش فاضل لك. اتفضل. آدم خد مفاتيح العربية، وصل باتريك وأنجيلا وروحوا. انت رايح فين يا بوس؟ أنا هروح على بيت العيلة وبكرة هكون في المكتب الصبح. طب والبرنامج بتاعنا مستر بيكر؟ أنا النهاردة أجازة، لازم أشحن البطارية. سلام. خدي بالك من ستوتة يا أنجل. ما تقلقش يا بوس. لماذا توقفنا تستمر القضية مستمرة وهنكسبها. اوكي مستر ماكارثر، ما هو تعليقك على ما حدث اليوم في قاعة المحكمة؟ المتهمة دكتور إيمي جون آدمز ومحاميها مستر بيكر بيتلاعبوا بالمحكمة لكسب الوقت وإثارة البلبلة بين المحلفين والرأي العام. لكن احنا كادعاء موقفنا واضح وثابت. احنا هنوجه للمتهمة تهمة القتل من الدرجة الأولى، وأنا بوعدكم إنها هتنال أقصى عقوبة. عامله لكم شويه شاي ايه؟ عنب. تسلم ايديك يا ست الكل. شكرا. عسل يا حبيبي. شكرا. تعرف يا بكر، مش عارف ليه عندي احساس ان البنت دي بريئة. هي فعلا بريئة. تصور ان انا كمان حاسه انها بريئه. يا اخوانا مش مهم شكلها ولا مهم كمان اذا كانت بريئه ولا لا.
امال ايه بقى المهم يا سي محمود؟ المهم رأي المحلفين والقاضي، وبيني وبينكم انا مش متفائل زيكم. ليه كده يا محمود؟ في غول في البلد دي اسمه الميديا، هو اللي ممكن يقلب الترابيزه في الاخر. اشرب يا عم بكر، اشرب. نعم ايوه في ايه؟ ايه يا انجيلا؟ انت لابسه الباب ليه؟ عندنا شغل مش فاضيين. عندكوا شغل؟ ايوه. طب ما انا كمان عندي شغل. فين مستر بيكر؟ ايه الحكايه؟ في ايه يا بدر؟ يرضيك برضه المعامله دي؟ ابص، طب ده انا بعمل كل الشغل ده متطوع. تعال تعال خش. ايه في ايه؟ في ملصقات وصور ليك. اصل انا اكتشفت منطقه جديده مهمه قوي، فيها حوالي 1000 صوت. سهل قوي ان احنا نروحها ونكسب كل اصواتها. المنطقه دي فين؟ المنطقه دي في حته محذوفه، مفيش ولا واحد من المنافسين بيروح لها. انا بقى رحت هناك واتعرفت على واحد فيهم واتكلمت معاه، وهم عايزينك تروح له. مش دلوقتي يا باتريك، مستر بيكر مش فاضي فعلا. مستر بيكر مش فاضي فعلا؟ طب العمل؟ العمل انك تقابل الراجل اللي انت عرفته ده وتديله البرنامج الانتخابي بتاعي لغايه ما افضل اروح له. طب والندوه بتاعت من غير ندوه ولا حاجه. انا اسف جدا بس الدنيا مطربقه حواليا ومش هيبقى عندي وقت. بس على فكره مش ده اللي اتفقنا عليه من الاول مستر بيكر. لما اتفقتوا يا باتريك مستر بيكر ما كانش عنده القضيه دي. انت بتتكلمي على قضيه انسانه واحده، انا بتكلم على قضيه الناس كلها. ايوه بس الانسانه الواحده اللي انت بتتكلم عنها دي ممكن تتعدم ظلم. انا اسف يا باتريك، انا فعلا مش هكون فاضي غير لما القضيه دي تخلص. اوكي مستر بيكر، سي يو. برافو يا بص، برافو، هو ده الصح. لا بقى ده سامد وانا بقى اللي هعرف شغلي معاه. ايه ده؟ انت مش استقلت؟ جرى ايه يا انجلا؟ انت فاكره نفسك البص هنا ولا ايه؟ ايه اللي جابك يا فايزي؟ القضيه رجعت، قلت يبقى انا لازم ارجع، ولا انتوا مش محتاجيني؟ محتاجك كفايه، مفيش شرب وقت الشغل. تعال. انجلا. يس بص. حضر لنا كشوف شهود الاثبات وكلمي ادم وقولي له يجي لي النهارده في البيت. من النهارده في شغل جامد قوي.